السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. بيبدأ فيلمنا مع لو محترف وبديل مخاطر في الأفلام الأكشن، بيعمل هو الحركات الخطرة المستحيلة. بس لما بنشوفه دلوقتي بنستغرب ازاي يبقى اللي كان بيعمل كل الحركات الخطيرة في أشهر الأفلام وعايش في المكان البسيط ده، واللي كان عبارة عن بيت صغير واسطبل خيل ومفيش فيه أي رفاهيات خالص. أول ما بنشوفه بينام والحصان بتاعه لايب بتروح تصحيه من النوم وتشده من هدومه لغاية ما بتغرقه في حوض المية اللي بتشرب منه علشان تفوقه. وباين من علاقة لو بلايت انه مربيها من زمان وهو اللي مدربها على حاجات كتيرة ومش حصان عادي ابدا. بعدها لو بياخد لايت ويروح على السوق علشان السياح يتصوروا مع لايت وياخدوا فلوس مقابل الصور دي، لانه في الفترة الاخيرة ما كانش بيجيله شغل ابدا، فكان بيحاول يكسب فلوس باي شكل. بالليل بقى بيتفاجئ بدامي زعيم عصابة وعامل فيها بلطجي، طول الوقت بيلف على الناس اللي عليهم فلوس له، بيضايقهم ويهددهم علشان ياخد محلاتهم ويسيطر هو على المنطقة. وكان له واحد من الناس دول عليه فلوس كتيرة لدامي واتأخر في سدادها، وبالتالي كان دامي بيهدده وعاوز ياخد منه البيت والاسطبل، وطبعا لو كان رافض، فبيصمم دامي انه ياخد الحصان في المقابل. ساعتها لو بيتخانق معاه علشان لو هو اخد الحصان لو مش هيعرف يشتغل ولا يسدد له الدين. ولما لو بيلاقيه مصمم وخلاص رجال دامي راحوا يفكوا الحصان علشان ياخدوه ويمشوا، بتقوم بينهم خناقة وبيطحنوا بعض، ولو ضربهم كلهم برغم انه عجوز وهم شباب صغيرين، بس محدش بيقدر يتغلب عليه، وبيهرب منهم بحصانه بعد ما بيتعلق في رجليه ويعملوا حركات اكشن، ولو بيضرب العصابة ويجري. ساعتها بيهرب بيه في شوارع المدينة لغاية ما بيدخلوا من شارع ضيق جدا ويستخبوا في ديكورات من بتاعة الأفلام لغاية ما العصابة بتمشي. وتاني يوم كان رجع البيت بيلاقي صاحبه مستخبي هناك من زوجته عشان متخانق معاها وبتطرده بالسكينة وناوي على الشر. بس وقتها له بيلاقي اتنين محاميين من شركة دي اي كابيتال جايين يخطروا بقرار المحكمة في أحقية الشركة في حصانه، لأنه مش ملكه في الأساس، وكان واخده من صاحب الشركة من غير أي تنازلات أو عقود ملكية. بس لو مش بيعترف بالكلام ده وبيرمي الاخطار وبيطردهم وبيقول لهم ان محدش هياخد الحصان بتاعه منه ابدا. وبعدها لما بيقرا القرار بيلاقي انه في ورطه ولازم له محامي علشان يساعده بما انه مش فاهم اي حاجه في القانون. المشكله ان ما كانش معاه فلوس اصلا علشان يروح لمحامي ويتولى القضيه بتاعته، وساعتها اصحابه بيشاوروا له على صوره بنته، واللي بنعرف انها في اخر سنه من كليه الحقوق وبتتدرب في مكتب محاماه كبير. وتاني يوم لو بيروح لها فعلا ويقول لها انه عاوزها تبقى المحامي بتاعه، بس هي بترفض وبتقول له انها مش هتساعده، وبتطلب منه انه يرجع يختفي من حياتها وينساها. في الوقت اللي كان خطيبها في المحكمه بيخسر قضيه الحضانه بتاعه بنت موكل عنده، وبيقف يشوف البنت وهي بتودع ابوها وامها بتاخدها بالعافيه وبتمشي. وكان الموقف ده صعب جدا عليه وبيزعل انه مش عارف يساعد الضعافة ويجيب لهم حقهم بالقانون اللي مليان ثغرات وبيخدم ناس وناس. في الوقت اللي كان لو بيتفاجئ بواحد من الممثلين اللي هو ساعدهم زمان اسمه ديفيد بيجي يعرض عليه دور في فيلمه الجديد، بعد ما شاف فيديو له هو في الخناقة اللي كانت من كام يوم مع دامي وعصابته انتشرت على النت. ساعتها لو ما بيصدق انه جاله دور في فيلم، وبيأكد لديفيد انه مدرب لايت على الحركات القتالية ومفيش زيه اتنين، وبيخلي لايت يسلم عليه كمان. بس بعد ما ديفيد بيمشي لو بيتكلم مع لايت وبيتحايل عليها انها تعمل اللي بيقول لها عليه، لان مش هينفع في الفيلم الجديد الحالة التافهة بتاعتهم ولازم حركات بجد. واول حركة بيجي يعلمها لها ويقول لها تنط من فوق الكرسي، لايت بتخبط الكرسي برجليها وتوقعه على الارض ومش بترضى تعمل حاجة. في الوقت اللي كانت بنته مفتقدة وجوده في حياتها، كل ما تشوف اب بيساعد بنته وباين حبه ليها، وبتفتكر زمان وهي مع مامتها قبل ما تموت لما كانت بتحايل عليها انها تصلح العلاقة مع ابوها وتعامله كويس لانه بيحبها. بس البنت بتستغرب وبتقول لها انه نسيها وكفايه عليها وجود امها في حياتها. بس بعد فتره كانت والدتها تعبت ودخلت المستشفى، وكانت برضو على كلامها ان لازم علاقتها بابوها تتحسن لان ملهاش غيره دلوقتي. ولما بتموت لو بيعرف وبيروح الجنازه، وهناك بنته بتتخانق معاه وبتطرده لانه جاي بعد ما امها ما ماتت، ومن وجهه نظرها كان ناسيها السنين اللي فاتت دي كلها. ولو كان منهار من الموقف ده ومش بيعرف يثبت لها انه بيحبها فعلا، واللي حصل كان غصب عنه. وتاني يوم بتروح الاسطبل لأبوها وبتراقبه شوية من بعيد وبتمشي بسرعة قبل ما يشوفها. وبعدها بتروح المطعم وشوية بتلاقي جاي الشارع لابس زي الهنود الحمر ومعاه لايت مغير شكلها وراسم على جسمها برضه، وبيقف في وسط الشارع علشان السياح يجوا يتصوروا معاه، وهي بقى بتراقبه من بعيد علشان تشوف هيعمل ايه. واللي بيزعلها ساعتها انها بتلاقي ابوها بيتحايل على الناس يجوا يتصوروا معاه، وكمان واحد منهم بيتخانق معاه وكان هيضربه، واليوم بيعدي وخلاص. وبعد شوية بيرجع البيت وبيبدأ يضرب لايت بإنه بيلبس جواندي الملاكمة علشان يخليها تتعلم تواجه وتتفادى الضربات. بس لايت بتضرب الجواندي وترميه من ايده علشان مش عاوزة تتدرب على كده. وساعتها كانت بقى وجات له البيت، ولما بتدخل بتلاقيه معلق كل صورها معاه وهي طفلة على الحيطة.
وبتقول له انها تساعده وتخلي ميكي خطيبها هو اللي يمسك له القضيه ويحلها له. وفعلا بتكلم ميكي تخليه يجي يقابله في الوقت اللي كانت هي مع لايت بتلعب معاها، ودي كانت اول مقابله مع ميكي الوالد باو. فكان مرعوب منه وقاعد متوتر جدا، خصوصا لما بيلاقي اسلحه وسواطير حواليه في المكان كله، فبيخاف من لو انه حتى لو زعل باو لو مش هيرحمه. وبعد شويه كان بيعرفه على لايت، ولما بيلاقيه خايف منها بيستغرب هو ازاي هيحمي باو، وبيقرر انه يعلمه الملاكمه علشان يعرف يحمي بنته. وفين وفين على ما ميكي بيسمع الكلام وبيقرب من لايت وبيعمل انه بيضربها، فالحصان بيتمثل وبتقع على الارض. قال يعني الضربه كانت قويه عليها ووقعتها على الارض قتلتها. وباو كانت واقفه تتفرج عليهم وتضحك. وبنرجع فلاش باك 3 سنين لليوم اللي لو شاف فيه لايت لما كان في شركه لتربيه الخيول وتدريبها، وكان صاحب الشركه عليه فلوس له وكان هيديله بدل الفلوس دي حصان. بس لو بيشوف حصان لسه مولود وكان عنده مشاكل، وقرروا انهم يقتلوه علشان ما يكونش عبء عليهم ويعذبهم. ولو لما بيعرف انهم هيقتلوه بيقرر ياخده هو، وبينادي على الحصان المولود وبيقول له لو عاوز تمشي معايا قوم وقف بسرعه. والغريب ان الحصان بيفهم كلامه وبيقف على طول، مع انه كان عنده مشكله في رجله مش بيقف عليها باستقامه، ورئته برضه ضعيفه جدا. ومن يوم ما هو اخد الحصان لايت واعتنى بيها وعالجها وعالج رجليها بانه كان بيحط لها دعامات على طول. ومع الوقت كان لو بيدربه وبيعالجه لغايه ما بيقدر يقف على رجليه اللي بتتحسن عن الاول بكتير، وبتنحل له احترام وتقدير. تاني يوم كان لو راح موقع تصوير فيلم ديفيد علشان يعمل الدور بتاعه مع لايت، وباو كانت معاه. وساعتها لما بيبداوا تصوير كان المفروض ان عصابه كبيره معاهم اسلحه كتيره بتهاجم لو هو على الحصان، وبتقوم بينهم معركه كبيره ومطارده. بس اول ما بيبدا تصوير والعصابه بتهجم على لو، لايت بتتراجع ومش بتنفذ الحركه اللي المفروض تقوم بيها مره والتانيه والتالته. فالمخرج بيخليه يمشي وبيجيب بداله بديل تاني علشان يوم التصوير ما يتعطلش. فلو بيروح يقعد على الرصيف وهو زعلان ان الفرصه دي ضاعت منه. وباو كانت بتراقبه من بعيد وزعلت علشانه، بس فجأة لو بتروح تشد فيه وتديله الطاقية علشان يلبسها تاني ويصوروا المشهد وهو مش بيتحرك من مكانه. وكان وقتها واحد تاني اللي هيصور المشهد خلاص، وباو بتتكلم مع لايت وبتقول لها ان محدش هيجبرها على حاجة، ولو هي عاوزة تعملها من نفسها محدش برضه هيمنعها. فلايت بتروح تقف للبديل التاني وتبعده بحصانه علشان محدش يصور غيرها هي ولو. فعلا المخرج بيناديله تاني وبيديله فرصة جديدة، وفجأة بقى ان المرة دي لايف بتنفذ الحركات اللي قالها عليها لو بالظبط، والمشهد بيتصور من مرة واحدة والكل متفاجئين. وكان في المشهد ده لو بيقاتل ولا 60 واحد وبيضربهم كلهم من غير ما حد يقرب منه حتى. ولايف بتطيح في العصابة وتضربهم واحد واحد برجلها تطيرهم وبتدمر الترماي. وفي لحظة لو بيطير بيها من فوق الترماي وبينزل على الأرض بعيد عن العصابة، والكل ساعتها بيسقفوا له وبيشجعوه. ومن الناس اللي كانوا بيتفرجوا على المشهد ده صاحب الشركة اللي لو أخد منهم الحصان زمان، ولما بيشوف الحصان القوي الموهوب ده بيقول له مساعده إنه يجيبه له بأي طريقة. وفي يوم تاني لو بيروح يكمل تصوير في الفيلم وبيعمل الحركات الخطر كلها بكل سهولة. وباو بقى كانت معاه بتراجع له العقود القانونية وبتحاول إنها توفر له كل المميزات اللي المفروض يكون بيتمتع بيها. وفي مشهد تاني كان في خناقة مع مجرم وبياكل ضرب لما بيقول يا بس، والشخص التاني بيضربه بالكرسي على ظهره. ولو لما بيروح بالليل ما كانش قادر من الألم، فبنته بتساعده وبتعالج له جروحه. وتاني يوم كان بيدرب ميكي على الملاكمة والفنون القتالية علشان يبقى قوي. وبعدها بيروح يقابل السيد تشانج صاحب شركة الخيول، واللي بيعرض عليه انه يشتري الحصان بتاعه، بس لو بيرفض. وفي يوم تاني كان لو راجع الاسطبل مع باو ولايت لما بيلاقي الاتنين المحامين بتوع شركة كابيتال جايين يعرفون ان الشركة هتستعيد ملكية لايت ويحجزوا على البيت والاسطبل كمان. وساعتها باو هي اللي بتتكلم معاهم وتخليهم يمشوا بعد ما بتقول لهم انهم هيرفعوا قضيه هم كمان. في يوم تاني للتصوير كان المفروض ان لو ينط من على جرف عالي بالحصان في الاستوديو، بس المشكله ان ما كانش فيه مسافه كافيه علشان ينفذ الحركه، وباو كانت رافضه انه يصور غير لما يعدلوا الموقع. وطبعا مدير التصوير بيقول لها استحاله ده يحصل علشان كده هيعطلوا وهيغرموا فلوس كتيره جدا. بس لو بعد تفكير بيقرر ينفذ الحركه وفعلا بينجح فيها من اول مره. وبالليل بيروحوا مع باو يسهروا ويتعشوا سوا، بس بيتفاجئوا بدايمي جاي عليه هو ورجالته وبيتخانق معاه خناقه كبيره بيكسروا فيها المكان. اول ما بيسمعوا صوت عربيه الشرطه كلهم بيهربوا، بس لو باو والشرطه بتقبض عليهم، وميكي هو اللي بيجي يطلعهم من القسم. في الفتره دي كان لو بيعمل ادوار كتيره جدا وباو كانت معاه على طول. بس في يوم كانت زوجة صاحبه بتعمل هي كمان دور بديل مخاطر لما بينفجر فيها قنبلة من غير قصد في مكان التصوير، فبيطيروا بيها على المستشفى. ومن حظها انها كانت لابسة بدلة ودرع شرطة قدر يحميها شوية. وباو طبعا كان معاهم وبتفتكر كلام امها عن وظيفة لو اللي بتكون نهايتها المستشفى على طول. وبعدها كان له المفروض انه يروح يتعشى مع اهل ميكي علشان يتعرفوا على بعض قبل اتمام الزواج، بما انه ما كانش يعرفهم قبل كده. وباو كان بعدهم، وده لان باو كانت بعدها عن حياتها في الفترة دي كلها. ولما بيروح فعلا العشاء كان متوتر جدا، بس باو بتدعمه وبتقول لهم انه بيحبها وانها فخوره بيه وفي الاول والاخر ابوها.
وبعد العشاء كانت باو بتطلب منه انه يبعد عن شغل ادوار المخاطر ده، بس هو بيرفض لان ما ينفعش هي تتدخل في شغله، فبتتخانق معاه وبتسيبه وبتمشي. وفي مشهد اليوم التاني كان في معركة ولو بيقع من على الحصان مغمى عليه وباقي الخيول كانت هتدوسه، لولا ان لايت انقذت حياته وكانت بتبعد اي حد يقرب منه لغاية ما يفوق. وساعتها المصور بياخد باله وبيوقف تصوير لغاية ما بيودوا له المستشفى. في الوقت ده كانت باو راحت البيت تدور على اي فلوس علشان تدفعها للمستشفى، بس اللي بتلاقيه بيفاجئها جدا لانها بتلاقي مش موجود في الخزنة غير اوراق وصية له تأمين على حياته، المستفيد الوحيد منه هو باو، وانه مأمن لها حياتها كلها من غير ما تطلب، مع انها كانت بعيدة عنه ومش على علاقة بيه. وكمان بتشوف اسطوانات وفلاشات عليها فيديوهات كتيرة مسجلة من كاميرات المراقبة للمطعم اللي كان بيشوفها فيه وهي صغيرة، وكل مرة كان بيبقى جايب لها هدية وبيعملها حلو وهي كانت بتصده طول الوقت. وساعتها باو بتتأثر وبتعرف قد ايه ابوها بيحبها حتى وهي بعيدة عنه. وبعد ما بيخرج من المستشفى بتتفرج معاه على فيديو مجمع فيه كل حركات الاكشن اللي عملها في الافلام، وكانت باو متأثرة وحزينة لانه عاش حياة كلها ألم وبتوعده انها مش هتتخلى عنه ابدا تاني. وبنعرف انه من 8 سنين كان بيقوم بحركة خطيرة من على العجلة الدوارة، والمفروض انه ينط من عليها ويتعلق في حبل هليكوبتر، بس للأسف لما بيجي يعمل كده الحبل بيفلت من ايديه وبيقع على الارض وبيتصاب وبيدخل في غيبوبة 8 شهور خسر فيهم كل فلوسه وشغله وحياته اتغيرت تماما لانه كان فقد جزء من الذاكرة، وقتها كل اللي حواليه اتخلوا عنه، وبعد ما كان في القمة اتكترت عليه الديون. ده اللي خلاه ما يعرفش وده اللي خلاه ما يعرفش بتعب امها وبيجي يساندها ويجي يساندها. ولما اتحسن وخرج من المستشفى كانت هي ماتت وباو طردته من الجنازة. ولما باو بتعرف كل الحقيقة دي بتسامحه، وبالليل والكل نايمين دامي وعصابته بيهجموا على الاسطبل بتاع لو علشان ياخدوا الحصان بالعافية، بس الحصان كان شرس والحقيقة مش بيخليهم يقربوا منه ولا يعرفوا يسيطروا عليه. وساعتها لو بيصحى وبيتخانق معاهم وبتقوم بينهم معركة، وزي العادة لو هو اللي بينتصر فيها وبيحمل الحصان بتاعه اللي علم على رجالة العصابة وما خلاش واحد فيهم إلا وضربه. بس دامي بيلاقي انه موهوب في الفنون القتالية بالشكل ده بينسى كل اللي حصل وبيطلب منه انه يعلمه فنون قتالية. وساعتها لو كان محضر له الفلوس اللي عليه وبيجي يديها له، كان الحصان خوفهم وهربوا جري من المكان. وتاني يوم كان يون وي تلميذ لو السابق جاله يعرض عليه بطولة فيلم جديد مش هيكون فيه بديل مخاطر ولا حاجة، ده هيكون البطل. وفعلا لو بيوافق علشان فرصة ما ينفعش يضيعها من ايده وطول عمره مستنيها. وبالليل كانت باو جاية تفرحوا انهم قدروا يوصلوا للحل علشان ما يخسرش لايت، بس بتتفاجئ انه رجع يدربها تاني وناوي يرجع لشغل المخاطر مع انه وعدها انه هيبعد عنه، فبتتخانق معاه علشان خلف وعده معاها ومصمم على اللي في دماغه انه يعمل الدور فبتمشي. وتاني يوم بيروح له على موقع التصوير ومعاه لايت، وبيتفاجئ ان المخرج هيستخدم المؤثرات البصرية ومش هيعملوا خدعة حقيقية. وساعتها لو بيتكلم مع يون وي وبيقول له ان لو ما عملش المشهد حقيقي هيمشي ومش هيصور اصلا، فبيوافق يون وي وبيقنع المخرج، وده على ما لو كان جاهز ولبس لبس الشخصية التاريخية اللي هيقوم بيها. ولما بيصور المشهد ويهدد الامبراطور ويهرب بحصانه من القصر، كان المفروض ينط من على سلم كبير جدا وينزل على الارض وهو بيهرب من جنود الملك، بس في اللحظه اللي بيجي ينط فيها شريط حياته وذكرياته مع لايت بتعدي قدام عينيه، بيفتكر كلام باو بانه بيستغل لايت في مصالحه الشخصيه وبس ومش مهم عنده سلامته. وفي لحظه لو بيفوق وبيقف للايت قبل ما تنط السلم علشان ما تتاذيش لانه عارف ان ركبتها تعبانه ومش هتتحمل وقعه زي دي. وبعدين بيعتذر لوين وي وللمخرج وطاقم العمل كله وبيمشي، وبيروح بعدها لباو ويصالحها ويعرفها انه ما قدرش يخلف وعده معاها. وفي يوم القضيه لو بيخسرها هي ولو بعد ما الطرف التاني بيجيب وثائق ملكيه الحصان لشركه كابيتال. ومهما حاول ميكي انه يساعد لو يتحايل على تشينج انه يسيب له الحصان مش بيوافق. وفي خلال يومين كان لو ودع لايت اللي كانت حاسه باللي بيحصل، وبتروح تجيب له جوانت الملاكمه علشان يتدربوا سوا زي زمان. ولو ما كانش قدامه غير انه يرجع الحصان لتشينج ويمضي على عقد تنازل ويخلصوا كل الاجراءات. ولما بيجي ماشي مش بيسلم على لايت لانه كان منهار جدا. واول ما بيمشي بالعربيه مع ميكي وباو، لايت بتفك نفسها وبتجري عليه علشان ما يسيبهاش تتزحلق، بس بتقف تاني علشان تلحقه. وساعتها لو بيوقف العربيه وبينزل يزعق لها ويقول لها انه مبقاش محتاجها وما عادتش تجري وراه. وفي الكام يوم دول كان لو خلاص دخل في مرحله اكتئاب من بعد ما اخدوا منه لايت، فباو علشان تساعده بتاخد فيديوهات وبتروح لتشينج وبتقنعه انه يرجع لابوها الحصان علشان متعلق بيه جدا. والمفاجاه بقى ان تاني يوم لو كان نايم وبيتفاجئ بلايت بيصحيه من النوم، فبيفرح جدا وما كانش مصدق نفسه. وتشينج بيجي بنفسه يسلمهوله وبيقول لهم انه كده كده كان هيرجعهوله لان لايت كان منقطع عن الاكل والشرب من يوم ما لو بعد عنه، زي ما يكون كان بيقتل نفسه بالبطيء. وتاكد ان حياته مع لو افضل واحسن له، والاتنين كانوا مبسوطين انهم رجعوا تاني لبعض. وبكده يخلص فيلمنا وحكايتنا النهارده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس
علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.